طيب إحنا دلوقتي حابين إن إحنا نتكلم على الclassification بتاع البلوف، هو يا ترى إيه هو التصنيف بتاع البلوف؟ طبعًا التصنيف بتاع البلوف بناءً على الmanufacturing environment. الراجل اللي صنّع لي البلوف قال لي أنا عندي أنواع وأشكال كتيرة ومختلفة جدًا من البلوف، زي مثلًا الgate valve، الglobe، البول فالف، التشيك فالف، الباترفلاي، البلاج، النيدل، الثري واي، الديافرام، الريليف، الانجل، المالتي بورت. طب هو ايه اللوغاريتمات اللي انا بقولها دي؟ اللوغاريتمات ديت هتوضح دلوقتي. هنبدا ان احنا نتكلم في السلسله بتاعت الفيديوهات دي عن كل نوع بالتفصيل. يبقى انا دلوقتي لما بختار بلف بختاره لاداء غرض معين. طبعًا لازم الناس اللي شغّالة تكون عارفة هو كل بلف بيشتغل إزاي، وإيه الوظيفة أصلًا من الاستخدام بتاعه، ولازم يكون aware إن كل وظيفة معيّنة بتكون محتاج لها بلف معيّن، بحيث إن هو يقدر يتمم أو يكمّل الوظيفة. وطبعًا برضه زي ما الmanufacturer قرر إن هو يعمل classification للvalves بناءً على الشكل اللي موجود قدامنا والأنواع دي، فهو الحقيقة إن في أكتر من تصنيف. يعني في تصنيف بناءً على الcontrol element نفسه، في حاجة اسمها الflow control element. البلف ده بيكون عبارة عن أجزاء كتيرة جدًا، وواحد من ضمن الأجزاء دي حاجة اسمها الديسك أو البلاجة دي. الديسك أو البلاجة دي هي اللي بتقدر إنها تتحكم في الفلو. فعشان كده لو الشكل بتاعها بدأ إن هو يتغيّر، بناءً على كده البلف ده نوعه هيبدأ إن هو يتغيّر. فأنا في الحالة دي صنّفت البلوف بناءً على الشكل بتاع البلاجة أو الديسك اللي بيعمل لي تحكُّم في الفلو. والحقيقة إن في تصنيفات تانية، يعني أنا ممكن مثلًا أصنّف البلف ده بناءً على الfunction بتاعته. يا ترى هو البلف ده بيقفل والّا بيفتح بس؟ خصوصًا إن في بلوف هو كل دورها إنها تعمل on وoff بس، وفي بلوف تانية هي كل دورها إنها تعمل throttling أو restriction في الفلو. طيب يبقى ده تصنيف تاني. طبعًا في تصنيف تالت بناءً على الoperating pressure والflow والtemperature بتاعنا. يعني مثلًا ممكن تلاقي بلف بيستحمل ضغوط عالية، ضغوط قليلة، درجات حرارة عالية، قليلة، فلوهات عالية، قليلة. كذلك ممكن مثلًا تلاقي بلوف تستحمل مواد معينة. في بلوف ممكن أستخدمها مع الغازات، في بلوف ممكن أستخدمها مع السوائل. السوائل مثلًا حتى أنواع الزيوت، الcrude oil، المَيّة، وهكذا. يبقى دلوقتي البلوف ديّة بيكون ليها تصنيف بناءً على الcontrol element اللي أنا باستخدمه وباحطه بحيث إن هو يتحكم لي في الفلو. طيب عندنا أشكال كتير من الelements نفسها زي ما إحنا قلنا البول والplug والdiaphragm والneedle والbutterfly والكلام ده كله هنتكلم عليه قدام. طيب يبقى البلوف وده عادةً بتُسمى بناءً على الشكل بتاعها. يعني مثلًا لمّا أنا بالاقي في بلف مكتوب عليه ball valve، فده في الغالب هو في بولة أو كرة جواه، وده اللي إحنا هنعرفه قدام إن شاء الله. طيب يبقى أنا دلوقتي برضه عندي البلوف ديّة أنا ممكن أستخدمها للعزل. يعني إيه ممكن أستخدمها للعزل؟ في بعض الأحيان أنا باكون باعمل عمليات صيانة، فأنا بابقى محتاج إن أنا أعزل الخط تمامًا. في بلوف بيكون صعب إن أنا أستخدمها في العزل، وده بسبب إنها ممكن ما تعملّيش complete isolation. ولكن في بلوف بتكون ممتازة جدًا في العمليات بتاعة الisolation، زي مثلًا الgate valve، الball valve. الاتنين دول ممتازين جدًا في إن أنا أعمل isolation بنسبة 100%، أعزل الخط بنسبة 100%. يعني تقدر تقول عليهم إن هم shut down valves. طيب shut down أو shut off بمعنى إن هم بيعزلوا الفلو بنسبة 100%. طب هل البلوف التانية مثلًا زي الجلوب والplug والكلام ده، مش أنا ممكن أستخدمهم بحيث إن هم يعزلوا الفلو بنسبة 100%؟ آه طبعًا. ولكن كل واحد بيكون ليه مميزاته عن التاني، وده اللي إحنا هنتكلم برضه عليه قدّام، ما نستعجلش. يبقى أنا أكتر حاجة باستخدمها بحيث إنها تعمل لي shut off أو shut down للفلو عندي هي الgate valves. باستخدمها في العزل، بحيث إنها تعزل لي الخط تمامًا، بحيث إن أنا أكون متأكد إن ما فيش أي حاجة تعدّي.
طيب أخيرًا بيكون في حاجة اسمها الvalve capacity. يعني إيه valve capacity؟ هو هنا بيبدأ يقول لك تصوّر إن أنت ابتديت إن أنت تجيب بلف بقطر معيّن وحطيته على ماسورة بقطر معيّن، وقررت إن أنت ترفع الضغط بشكل كبير جدًا لغاية أقصى ضغط البلف ده بيقدر إن هو يستحمله. ساعتها طول ما أنا عمّال أزوّد الpressure ساعتها الflow rate عمّال يزيد، وبالتالي لو أنا زوّدت الpressure على الآخر بحيث إن هو يكون أقصى pressure يستحمله البلف، ساعتها هيعدّي أقصى flow rate ممكن البلف يعدّيه. يبقى في حاجة اسمها أقصى flow rate البلف بيقدر إن هو يعدّيه، ده بيتقال عليه الvalve capacity. الcapacity بتاعته يعني هو بيقدر يعدّي قد إيه كmaximum flow rate. ده اللي هو بيبدأ يتكلم عليه هنا لمّا البلف بيكون مفتوح بنسبة 100% fully open، يعني مفتوح على آخره. آخر حاجة هنتكلم عليها النهارده هو الbridge wall marking. يعني إيه bridge wall marking؟ يعني هنا هو بيقول لك إن الراجل اللي بدأ إن هو يصنّع البلف ده، بدأ إن هو يحفر عليه marking أو علامات على الجسم بتاع البلف نفسه من برّه، بحيث إن هو يدّيني indication على حاجة معيّنة. يعني مثلًا قد يكون البلف ده أنا باستخدمه مع الغازات، فيحط لي مثلًا عليه حرف الG، ده معناه إن هو بيستخدم في الgases. ممكن يحط لي عليه حرف الO أو الW، ده معناه إن أنا ممكن أستخدمه مع الoil أو الwater. كذلك ممكن يحط لي الاتجاه بتاعه، لإن في بعض البلوف لازم تتركب باتجاه معين من الشمال لليمين مثلًا، فهو يقول لك خلّي بالك الflow لو هييجي من الشمال لليمين يبقى أنت لازم تركّب البلف بحيث إن الflow ييجي من الشمال لليمين، لإن في بعض البلوف لو ركبتها بالعكس مش هتشتغل، بالعكس ده ممكن تعمل لي مشكلة في السيستم والبلف نفسه ممكن يبدأ إن هو يبوظ. طبعًا في معلومات إضافية تانية ممكن الmanufacturer أو المصنع نفسه بتاع البلف يبدأ يحطها عليه، زي مثلًا الrating pressure بتاعه، يا ترى هو بيستخدم أو آخره ضغط كام، يا ترى هو بيستحمل درجة حرارة كام، يا ترى هو أنا عامل له test عند pressure كام، وهكذا. كل الحاجات ديّة بتبدأ إنها تتحط على الplate أو الcasing اللي هو الbody بتاع البلف من برّه.